اهلا وسهلا ومرحبا بكم في القناه. ان شاء الله راكم كلكم بخير وعلى خير ومرتاحين يا رب العالمين. خوتي، لا فيديو تاع اليوم راح نهضر على الطفله اللي كسرت لها المراقبه يدها ولا كتفها، اللي صارت في الجزائر. حبيت البارح درت عليها لايف، لكن بانت لي اني الفيديو ما عطيتوش حقه، يعني ما هدرتش عليه 100% وش لازم نحكيو عليه، لان هذه جزائريه، هذه بنتنا وهذا ولاد الجزائر الكل. يعني العبد يقول كلمه حق. لاني في التعليقات كاين ناس ياسر قاعدين يقولوا حتى نسمع الطرفين، وممكن انا قلتها البارح، انا ممكن الطفله تكون مستفزه وهي ما على بالناش، الله اعلم، ممكن الطفله تكون نحطوا الاحتمال انها الطفله مستفزه، لكن انك تضرب وتتعنف وتروح مكسرة الدار وما عليها، نظن أنه الأمر ما هوش سهل، وأنها تلميذة. ما نهدرش على الطفلة بالخصوص، لأن نهدر على العنف بصفة عامة لجميع التلاميذ. بس يقول لك تلميذ راهو الطفلة هذه راهي عندها 14 سنة مازالت طفلة، ان انفون، ما وصلتش 15 سنة، مازالت ما وصلتش 18 سنة، مازالت طفلة، مازالت طفلة في الطفولة نقصد. اول حاجه صرت لها انا على حسب، لاني سمعت الفيديو عاودت، يعني سمعت كيما نقولوا حنا، تقدروا تقولوا مش من الطرفين، لكن كي جاو الشهود قالوا انها الطفله فعلا تعنفت، وما هيش اول مره، راهي تاني مره. يعني تخيلوا انكم تبعتوا ولدكم يقرا يروح لكم مكسر، يعني يحطوا رواحكم في مكان الاب والام تاع الطفل. راني نهدر على الناس اللي قاعدين يقولوا نسمعوا للطرفين. ما كانش حاجه اسمها طرفين. الطرفين انها الطفله راهي لا غاديو تقول انها عندها اون فراكتور، وراني ما ندافعش على التلاميذ، راني ضد العنف انك تبعث ابنك يقرا يروح لك مكسر، راهي حاله خطيره صراحه. الناس ما لازمش الانسان يقبلها ويقول عادي، لان كلمه عادي راهي تدخل في فتح الابواب ياسر للناس كل. الانسان رايح يبعث ولده يقرا، به ولده يقرا، مش باش ولده يتعنف. اول حاجه. تاني حاجه، اذا كان التلميذ ما لقاش الامن ولا لا سيكوريتي في حرم المؤسسه اللي يقرا فيها، وين راح يلقاها في الشارع. المربيات والمراقبات راكم خالصين، راهي خدمتكم، لانه كي الناس اللي شاهدوا قالوا الا غالب كي راحوا الاب والام شكاو بها، قالت المسؤولين تاعهم قالوا ما تلوموهمش، الا غالب راهم عندهم الاف التلاميذ راهي هي خدمتهم وهما خيروها. مادام رحتي تخدمي مراقبة ولا معلمة، راكي مستعد انك تقبلي الاف العقليات تاع التلاميذ، راهو مش طفل ولا زوز، وراكي خالص على هذا الشيء. يعني وكبرتي فوزاد ديزادولت، انك تهبطي مستواك الطفل وتضربيه وتعنفيها بهذيك الطريقة وتكسري لها يدها ولا تكسري له يدك، سواء طفلة ولا طفل. نحطه بغض النظر على المعاملات تاع التلاميذ. نعرفوا ان التلميذ الجيل صعيب، ونعرفوا انه ممكن تتوقعي اي حاجة منهم، لذلك كاين قبل ما تدخلوا تديو المنصب تاعكم راهم يديروا لكم كونكور، راهم يدير لكم مسابقة عمل، من بين مسابقة العمل راه يدير لكم تدريب كيف ما تتعاملي مع الطفل، صح ولا لا؟ وكاينه في الجزائر، ما تقولوليش ما كانش، كاينه في الجزائر. يعني انت كي تروحي تهزي هذيك لاباي تاعك في اخر شهر على خاطر تعبتي، مش على خاطر عنفتي التلميذ، راهم قالوا لك تهلاي راقبيه، ما قالولكش عنفيه. انا نقول لكم صراحه، الطفله راهي دخلت في حاله تاع اكتئاب، في حاله نفسيه، مهما يكون كسوا كوميدي ولا هذيك حقيقتها، ما عندكمش الحق تعنفوا تلاميذ. لان كي صرات هذيك الحادثه تاع التلميذ اللي ضرب معلمه في باتنا، وراني ما نمدش الحق للتلميذ، انا ضد العنف من الجهتين. اكيد كاينه حاجه وصلات وباش تعدى على المعلمه. ديما نقولكم لازم المعلم والمراقب وحتى العساس، ان بدوها من العساس تاع الباب، لابد انكم تحتويوا ولادكم، راهم ولادكم، راهو الاب والام يبعثوا لكم هذوك الدراري امانه. الاب يروح يخدم والام تروح تخدم، ولا راهي في دارها وهي متهنيه لانها ولدها في حرم مؤسسه تربويه، ما بعثتوش لحلبة ملاكمه ولا بعثته لصد باش يروح لها مكسره. نقطه اخيره، انه الطفله كي صرات لها لا فراكتور وتقيات، ما
المؤسسة ما تكفّلتش بالعلاج الفوري، ما دارتش une urgence بعثتها هكاك تروّح الطفلة. تخيّلوا أن الطفلة داخت مثلًا داخت في الطريق، نفرضوا الطفلة داخت، نفرضوا الطفلة عفستها طوموبيل وهي هكاك دايخة في الطريق، يعني المؤسسة ما تحمّلتش المسؤولية داخل وخارج المؤسسة. c'est ça le problème، أن الطفلة كي ضربتها المراقبة ما جابولهاش أمبولانس وهزوها وداواوها، لأ خلّوها تروح وهي مكسرة ودايخة، وللمرة الثانية يعني موش أول مرة، والمراقبة قالوا لها راهي تاني مرة تعنفت من خلالها الطفلة هذه. دونك أنا ما فهمتش أنتِ مراقبة والّا ملاكم ما على بالناش on n'a pas compris. يعني نتمنى ونصيحة لوجه الله اعتبروهم أمانات، يعني الأب والأم كي يبعثوا لكم ولادكم راكم خالصين عليها، هذيك راهي ماهيش بمزيتكم، هذيك اليوم اللي تخدموا فيه ولا الشهر ولا المدة الزمنية اللي راكم تخدموا فيها وتقاسيو كيما تقولوا نتوما نقاسيو في آلاف التلاميذ، راهي مش بمزية راكم خالصين عليها، راهي خبزتكم خالصين عليها، وأمانة عند ربي أمانة. يعني أخدموا بضمير. شفتي روحك ماش قادرة تخدمي، عندك غُش متغشة ولا عندك مشكل، ما تروحيش تخدمي، ما تروحيش نهار هذاك تخدمي، تتنحى لك يوم من العباية خير من تبقاي نادمة كيما هاك. يعني رسالة موجهة للجميع مش لهذه اللي ضربت فقط. أنتم درتوا مستقبلكم، ما تحاولوش تضيعوا مستقبل الأطفال الأبرياء مازالوا مش فاهمين الدنيا. راهو عمر المراهقة عفوًا راهو صعيب، فعلًا صعيب. فقط هذا واش نقول، نتمنى يا رب العالمين أنه يكون عدالة في القضية وتكون عبرة باه كومسا. راه من ولاد الناس أمانة، قلقك التلميذ ابعثي الأولياء تاعو، ما عندكش الحق تضربيه ولا ما عندكش الحق تضرب مراقب أو مراقبة أو مدير، أو ما عندكمش الحق تضرب ولاد الناس. هذا قانون طبقوه، لأن القانون في الجزائر ممنوع الضرب داخل المؤسسات، الناس كل تعرف. أنك تفسدي مستقبل طفلة ولا طفل وتكرهيه في القراية، أنت كبرتي وكملتي قرايتك حصلتي على منصب عمل في هذيك البلاد. التلميذ كذلك من حقه أنه يقرأ ويكمل مستقبل، وتعاونيه أنه يقرأ، ما تكرهيهش في القراية. فقط خاوتي هذا واش نقول. ربي إن شاء الله يبقي يستر على وليداتنا. فقط ملاحظة أنه كاين معلمين ومراقبين يعني ما شاء الله قدوة وتربية ويخافوا على التلميذ، بارك الله فيهم، ربي يجازيهم كل خير. ولكن اللي مالفين بالعنف نتمنوا تنحيوا العقلية هذه وتتقوا الله في ولد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.